السلام عليكم مشاهدي ومتابعي قناة ماركت ايموبيلي طنجة. نتمنى تكونوا في افضل الاحوال داخل او خارج ارض الوطن. اليوم انا كنتواجد في حي بالفلوري، غادي نوريكم سوقه للبيع، وهذه هي الدخله ديال العمارة عزيزي المشاهد، وكاينه حتى الكراج اللي غادي نوريه لكم في اخر الفيديو. المصعد امامنا اللي من خلاله غادي يطلعنا للطابق الخامس اللي كتواجد فيه الشقه، وغادي نشوفوها ونعرفوا عليها جميع التفاصيل. فإلا كنتي عزيزي المشاهد أول مرة كتشاهدني فما عليك إلا تعمل الاشتراك وتفعل الجرس باش يعيش معايا رحلة البحث على مختلف العقارات هنا في مدينة طنجة. إذن على بركة الله ندخلوا نشوفوا الشقة ونعرفوا عليها جميع التفاصيل صوتا وصورة. بالنسبة للمساحة ديال هاد الشقة هادي 105 المتر، كتكون من 3 غرف، مطبخ، حمام، الصاله اللي امامنا غادي نشوفوها هي الاولى، وعندها جوج ديال الواجهات وكامله دايره بالزاج، يعني الشميشه غتدخلك يعني من جميع الجوانب، بحكم ان الشقه عندها جوج ديال الواجهات. بالنسبه غادي تشوفوا بعض البلاكارات، الكليمه، كذلك الماريوات. فصاحب الشقه قال لي انا كنخليهم كادو اللي غادي ياخذ هاد الشقه هادي. بالنسبه للعماره عندها سانديك، الثمن ديالو 200 درهم للشهر. العماره كتكون في الاصل من 6 طوابق، والشقه ديالنا جات في الطابق الخامس. في كل طابق كيتواجدوا 3 شقق. عندها كراج جماعي، غادي كيف ما قلت لكم من قبل في اخر الفيديو غادي نصور لكم حتى الكراج. لالا مولاتي المطبخ ديالك المساحه تبارك الله كبيره، البلاكارات الفوق، البلاكارات لتحت، الاطلاله كيف ما كتشوفوا، وكذلك كاينه غرفه ثانيه واللي كتواجد في المطبخ. كاينه هذه المساحه هذه اللي يمكن لكم تعملوا فيهم اللابادوره، آلة الغسيل مثلا، يعني المساحه تبارك الله كبيره ديال المطبخ. هنا الغرفه الثانيه عزيزي المشاهد كيف ما كتشوفوا، فالشقه كامله دايره بالزاج، يعني حتى الانسان يقدر يستافد من الاضاءه الطبيعيه ديال الشميشه، ما يحتاجش انه يشعل الضوء حتى الليل. فبالنسبه لهاد الغرفه هذه تقدروا تعملوها سالامونجي، لما لا؟ يعني غرفه جات حدا المطبخ، ففكره ممتازه انكم تعملوها سالامونجي. نرجعوا لحي بالفلوري. بالنسبه للناس اللي ما كتعرفش، هنا في مدينه طنجه، فهو كيتعتبر في وسط مدينه طنجه بحكم انه جا قريب بزاف د المرافق، ابرزهم سبيطار ديال محمد الخامس، سوبر ماركت مرجان، الطريق الكبيره اللي كتدي حتى المسنانه. فيعني بالفلوري وحتى الحي فهو راقي وهادئ جدا، والعماره معظم السكان ديالها كيعيشوا على برا. غادي نوريكم الكراج، فهو راه خاوي، يعني الناس اللي في هذه العماره كاملين تقريبا ساكنين على برا. هذه الغرفه الثانيه عزيزي المشاهد كيف ما كتشوفوا، عند هذا الماريو هذا كيف ما قلت لكم صاحب الشقه مخليه كادو. اونفاس مع الغرف كاينه هذا الحمام اللي غادي نخليوه هو الاخر ونشوفوه. ودابا غادي نمشيو ونشوفوا الغرفه الثانيه كيف ما كتشوفوا تبارك الله كبيره، المساحه ديالها بطبيعه الحال الشقه ديال 105 المتر، فيعني لا من المطبخ كيف ما شفتم من قبل لا من الغرف المساحه ديالهم كبيره عزيزي المشاهد. هذا هو العرض اليوم. بالنسبه للثمن ديال الشقه فهو 130 مليون سنتيم، والثمن قابل للنقاش. المساحه ديال الشقه 104 المتر، كتواجد في حي بارفلوري اللي كتعتبر في وسط مدينه طنجه. ثمن 130 مليون سنتيم، والثمن قابل للنقاش. الا بغيتوا تفهموا في الثمن ديال الشقه فانا نجيب لكم صاحب الشقه وتفاهموا معاه، والله يجيب السهله والتيسير للجميع. هذا هو الحمام عزيزي المشاهد كيف ما كتشوفوا، فالشقه تبارك الله نقيه، زائد انها ما مسكوناش ومشمشه. فانا كنصورها في هذا الجو هذا كيف ما كتعرفوا، فهو الجو شويه ما مشمش، داكشي علاش شعلت الضوء في بعض البلايص باش يبان لكم مزيان. ودابا غادي نهبط ونوريكم الكراج كيف ما كتشوفوا، رغم ان الاناره ما كاينش بزاف، ولكن بغيت نحاول نعطيكم فكره على الكراج. اذا عزيزي المشاهد هذا هو العرض اليوم. ما كرهتكمش تخليو يعني
تعملوا ابوني او جيم او تعليق كيف ما كان، فانا كنقرا التعاليق كامله، وهذا كيتعتبر تحفيز في حد ذاته. اذا الى اللقاء ونتلاقاو فيديو جديد.